السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب قلبي، عاملين ايه يا حبايب؟ جايلكوا بقى فيديو النهاردة تشجيعة كده، روتين تشجيعة، و اديكوا بقى حبة تشجيعة كده وحبة حيوية كده ونشاط. ربنا يخليكوا يا رب ويبارك لكم ويديكوا الصحة، متحرمش منكم ابدا. قبل ما نخش على الفيديو بتاعنا كده، اللايكات يا جماعة، اللايكات يا حبيب قلبنا دي اللي ما تقلسوش عليا بقى، ها؟ يعني بشكركم من كل قلبي. لايكاتكم واشتراكاتكم وتعليقاتكم الحلوة الجميلة ديت اللي بتشجعني وتديني طاقة إيجابية إن أنا أقوم أصور وأشجع معاكم. إخواتي ربنا يبارك لكم ويديكم الصحة يا رب. عيلتي التانية، بصراحة عيلتي التانية والله العظيم بجد بتكلم معاكم كده، بحس بتكلم مع إخواتي وعيلة جميلة حلوة كده. أول مرة تشوفوا قناتي تخشوا تشتركي لي تحت الفيديو كده علامة حمراء، وتك على كلمة كل يوم. هي اسمها كل يوم ولا اسمها ايه مش عارفة بقولوا كل اسمها كل يوم قدمنا عصير عشان ايه تخش معانا بقى في قناتنا الجميلة كده وتشتركي معانا ونبقى عيلة كبيرة كده، عيلة كبيرة. عشان على رمضان بقى، كل سنة وانتم طيبين يا حبيب قلبي. ماشي، ربنا يديكم الصحة يا رب ويديمكم نعمة في حياتي يا رب، اخواتي وحبايبي. خشنا بقى على الفيديو بتاعنا يعني هو فيديو بصراحة تشجيع بجد يعني. بس انا ايه قلت قبل ما نشجع بقى مع بعض كده، نخش بقى على الطبيخ الاول، نعمل الغدا مع بعض كده. غدا خفيف كده ولطيف. كانت جاي لي طبخة كفتة كده حلوة كده، كفتة رز عند اخت حبيبتي. والله جاي ليش حتى ما عملت، لسه هعمل معاكم الكفتة. قمت قايله بقى ايه اما اطبخها بقى ايه بتقليه كده. عملنا بقى طبختها وجهزتها كده وظبطتها وخلصت طبيخ، وقمت خشه بقى على التشجيع اللي بقول لكم عليه. بس كده تشجيع، انا هبط او الفيديو ده بقى عايز يعني اكتر لايكات كده، كتير كتير لايكات عشان يعلى كده، عشان تشجعوني كده يا جماعه، واعمل لكم كل يوم فيديو. ما تهبطونيش بالله عليكم، ربنا يخليكم يا رب ويبارك لكم ويديكم الصحه ويخليكم اولادكم ونجحهم لكم يا رب بحق جه النبي. ونجحك يا دنيا حبيبه قلبي واخت حبيبتي برضو، ربنا يدعوا لها كده، ربنا يديلها الذريه الصالحه يا رب ويبارك لها ويديلها الصحه يا رب بحق جه النبي. متحرمش منكم ابدا يا رب. متابعه عندي حبيبتي برضو اختي، وبشكرك يا حبيبه قلبي اللي انت بتعلقي لي التعليقات الحلوه الجميله ديت. ربنا يخليك يا رب ويبارك لك ويديك الصحه. احلى اخت حبايب قلب. بشكركم من كل قلبي، وكل اللي بيحط لي فيديو على المنتدى بشكره. ربنا يخليكم يا رب ليا. انا عارفه انتوا بتشجعوني يعني اخواتي كتير حبايبي بياخدوا من عندي فيديوهات يحطوها على المنتدى. ربنا يبارك لهم يا رب ويديلهم الصحه ويخلي لهم ولادهم ويرزقهم يا رب بحق جه النبي، بحق شهر فضيل علينا. يرزقكم جميعا ويدوكوا الصحه. ويا جماعه احنا في شهر كريم، اللي يقدر يعمل حاجه لله يعملها، اللي يقدر يعمل حاجه لله يعملها. ومش مهم يعني يعمل ويقول، يعني هي بتبقى الحاجه ديت. كان ابويا الله يرحمه يقول لي لو انت هتطلعي حاجه لله، بايدك اليمين تطلعها، ايدك الشمال ما تعرفش. فاهمني؟ يعني ايد اليمين تطلع الحاجه ديت، ايد الشمال دي ما تعرفش انا طلعت ايه. يعني محدش يعرف، يبقى سر بيبقى بينك وبين ربنا، عشان يبقى بينك وبين ربنا عمار. كلنا بنعمل لله، كلنا بنعمل لله، بس محدش بيعرف. انا بعمل لله وانت بتعمل لله وانت بتعمل لله، كلنا بنعمل. اما بيجيلك حد على الباب شحات، انت حد بيعرف انت اديت له ايه؟ دي حاجه بينك وبين نفسك كده وبينك وبين ربنا، عشان يبقى بينك وبين ربنا عمار كده وربنا يرضيك وعلى فكره الحاجه بتزيد يعني كل انت ما بتطلعي والحاجه تبقى سر بينك وبين ربنا، الحاجه بتزيد معاك. ربنا يتقبل منكم يا رب كده ودعاكم، ويقدر على الحاجه يا جماعه في الشهر بالذات دوت. لان في ناس كتير غلابه، في ناس كتير محتاجه، في ناس كتير ما فيش حيلتها حاجه خالص خالص خالص، مش عايشين معنى اصح. احنا الحمد لله، احنا نحمد ربنا اللي تقدر عليه. لو هتقدري مثلا على، لو حتى ما عندكش، لو كيس مكرونه، كيس شعريه،
كيلو رز اللي هتقدر عليه، 2 كيلو سكر، ازاز الزيت اللي انت ربنا هيقدرك عليه طلعي. بينك وبين ربنا كده، ربنا بيزيد عندك، ربنا بيديك الصحة وبيبعش عنك. يعني مثلا انت مثلا تعبانة او اي حاجة عندك، انت ممكن تطلعي بدل ما تروحي تكشفي مثلا ب500 جنيه، باكتر باقل، الدكتور هياخد قد ايه والعلاج قد ايه. لو انت طلعت ده هو الصدقة، صدقة على شفاك وعلى علاجك، ربنا هيعينك ويقويك ويديك الصحة. يعني ربنا يعني عنده عوض كتير يعني بجد يعني. فيها عنده حاجات كتير احنا ما نعرفهاش يا جماعة، والله العظيم بجد، ومش حاسين بها. احنا ربنا بعت لنا حاجة كده ما حاسين بها، يعني ربنا عطينا صحة، وعطينا نمشي ازاي، وعطينا عننا نشوف به، وعطينا حاجات كتير، عطينا كل حاجة. احنا لو عرفنا، لو جينا نشتريها ما نعرفش نشتريها، ما تعرفش تشتري عينين تشوفي بيه، ما تعرفش تشتري يعني حاجات كتير كتير يعني. بقول لك دي خلقة ربنا، الحمد لله. الحمد لله، ربنا بيدينا على قد نيتنا يا رب، ربنا يدينا على قد نيتنا بحق جنب يا رب، ويسترها معانا دنيا واخرة. يعني انا قصدي ربنا عاطلنا حاجات احنا لو جينا نشتريها ما نعرفش نشتريها بملايين. يعني في ناس بتبقى محتاجة آه الكلية، في ناس بتبقى تعبانة ومحتاجة تشتري الكلية، شوف اشتري الكلية بكام مليون. دي ربنا عطاها لك انت ما تعرفيش انت تشتريها. يعني انت لو طلعت كل يوم لله، مش هتكفي، مش هتعملي اللي ربنا عطاهولك. وربنا هيزيدك اكتر واكتر، كل ما تعملي ربنا يزيدك اكتر واكتر. ربنا يزيدكم ويديكم يا رب من نعم الله. يلا الحمد لله. اللي انا قصدي يعني ايه، اللي انت مثلا هتعملي حاجه لله ما حدش يعرف، تبقى حاجه بينك وبين ربنا كده يعني. كده ربنا بيزيدك، مش عشان مثلا انا هروح مثلا اطلع حاجه قد لحد، ربنا مقدر لي انا اديله مثلا زي الزيت، كيلو سكر، اي حاجه من ديت، مثلا اقول ده انا قلت اديت لفلان كذا، او عملت كذا، او ما اعرفش ايه. من لا، ما ينفعش خالص خالص، ما ينفعش اي حاجه من دي خالص. يلا ربنا يعينكم ويقويكم يا رب ويديكم الصحه. انا بقى خلصت طبيخ. انا اتكلمت في الفيديو، انا سبت الفيديو رحت في مرحله بعيد تاني خالص. عشان شهر رمضان بقى، وخش علينا كده بقى، وحاجات كده حلوه كده، هتبقى بقى في كنافه بقى وحاجات كده وقطايف، والدنيا هتبقى حلوه. يلا الحمد لله. خلصت بقى طبيخ الكفته بتاعتنا الجميله كده، الكفته اللي هي برز اللي بقول لكم عليها دي. والله لقيت اختي مشيعالي، يعني ما كانش عامله، ما عملتش لسه ولا اي حاجه ديت، لقيت اختي مشيعالي. قمت قايله بقى اما اطبخها، وبعد كده هنعمل مع بعض ان شاء الله بقى، نعمل مع بعض كفته الرز بقى ونظبط الدنيا. والشهر اللي جاي بتاع الفيديوهات اللي جايه دي كلها هتبقى تفريز ان شاء الله، هيبقى بقى طعميه وفول وهنعمل زبادي برضو مع بعض، وحاجات كتير كده مع بعض كده. خليكم معايا بقى عشان تشجعوني بقى كده بقى، عشان كل سنه وانتم طيبين بقى والدنيا زي الفل. خلصت بقى طبيخ، وايه قلت بقى ما اخش بقى اروق الاوض بقى كده. وكنت شايله الفرشه معايا، كنت ام رحيم غسلاها، هجيبها برضو افرشها الارضيه ديت. وعندنا برضو في الصاله برضو همسكها برضو كنسة برضو وانضفها وافرشها. والحمد لله، ربنا يعيني يا رب ويدينا الصحه يا رب، اهم حاجه ربنا يعيني ويدينا الصحه، الحمد لله. انا يعني ببقى متنشطه وانا معاكم كده، بتكلم معاكم وبشتغل وبجري معاكم كده، ببقى متنشطه قوي قوي، ربنا عطاني الصحه. عشان بعمل حاجه عشان اقوم اشجع مثلا اختي، اشجع بنتي، اشجع حبيبتي، اللي تقوموا تعملوا يعني وتتنشطوا وتنظفوا حتتكم، بتبقوا قاعدين كسلانين من البرد، واللي شي ماسكه التليفون وقاعده ولا ما اعرفش ايه مكسله تعمل كده يعني. وما تكسليش، قومي اعملي، ربنا يعينك ان شاء الله، يعني ربنا يعينك ويديك الصحه يا رب. ما تكسليش خالص، يعني ربنا يديك الصحه كده وتقومي تعملي اللي ربنا يقدرك عليه. لو هتعملي كل يوم اوضه، تعملي صاله في يوم، تروي اوضه في يوم كده، يعني ربنا هيعينك ويقويك وتعملي كل حاجه. يلا ربنا يديكوا الصحه يا رب. ايه رايكم بقى في الشطره والحلاوه دي؟ شاطره شاطره يا ام عبد الحكيم يا عسل. بشجع نفسي يا جماعه، أنا ما بلاش حد يشجعني. انا مش عارفه انا بطلع من الاوضه اروح فين، مش عارفه والله، حد بيتهيألي حد نادى عليا، لا انا جيت تاني اهو.
ما تركزوش معايا بجد يعني، لان أنا ممكن بكون شغاله ولا حد ينادي عليا اقوم سايبه كل حاجه واقوم ماشيه رايحه تاني، راجعه ورايحه وجايه كده يعني. يعني ما تركزوش معايا قوي يعني. وصلت لحد كده بقى، لحد عندي كده بقى، اعملوا لايك بقى يا جماعه، عشان نفسي اللايك كده يعلى كده، يبقى عندي بس اي حاجه، لان اللايك هو اللي بيرفع القناه شويه لاني هبطانه خالص بجد يعني. انا بقى كان عندي تصبين وتنظيف وطبيخ وكله جبته مع بعضه سلطه كده. كنت مشغله الغساله، طلعت الدور وحطيت الدور التاني، والهدوم اللي على الكرسي هناك ده برضه وسخه، كانت لما شويه بس ما شاء الله الغساله ديت يعني ربنا يصلح الحال يا رب كده. حد نادى عليا، سبت الصلاه ومشيت رحت افتح البواب، بيتهيألي كده والعياذ بالله اللي هي ام رحيم. اه فعلا، ما شاء الله. كانوا في المحل ولقيتهم جايين ورا من بعض وبخبطوا على الباب. بقوم حاطه الغسيل في الهدوم بقى في الغساله ديت، مريحانه خالص خالص يعني، والله مريحانه قوي كمان. بقوم جايه حاطه الغسيل وحاطه الاوكسي فوق منها او اي حاجه انت. هي بتاخد برسيل عادي واريال عادي وكل حاجه عادي، ما فيش فيها اي حاجه خالص، مش اوتوماتيك يعني، موفره عليا كتير يعني. بقوم جايه حاطه الحاجه كلها على بعض فيها وسايباها بقى تشتغل مع نفسها كده وتنشف، بتغسل بقى دور وتاني دور وتالت دور، اخر دور بقى اللي هو التالت ده، بتقوم جايه منشفه خالص بقى، تاخديه بقى تنشري بقى ما شاء الله، ما يكملش معاكي حاجه على ما بتنشري، وبنشف معاك على طول. حتى لو مثلا لو الجو شتاء او اي حاجه ممكن تنطوريه في اي مكان، بنشف معاك يعني. ربنا يبارك له يا رب ويديله الصحه اللي هو جايبها لي يا رب، بحق جنبه ويشفيه، يحوش عنه كل وحش، يشفي اولادكم يا رب. بدعي له كل ما بقى صب والله. يلا الحمد لله. انا بقى قلت افرش القياس اللي هو عملته في النص كده، عشان ايه هما جزء قياسه بتفرشوا قصاد بعض، بس انا قلت افرش القياس دهوت في النص لحد ايه ان شاء الله برضو قبل رمضان كده بيوم ولا حاجه، او ماسكه برضو ماسكه منضفاها وفرشه الجزء اللي قياسه، علشان كل سنه وانتم طيبين بقى، يبقى بقى يعني مش هنقدر نعمل حاجه بصراحه يعني، هيبقى في شغل كتير برضو في رمضان. وبقول لكم بقى السلك دهوت يعني كان السلك ده مقطوع واحنا غيرناه، بس مرضوش تكون احنا بنغيره، بس احنا عاملينه طبقتين على بعض لان العيال بتقطعه، كان مقطوع بقى خالص من تحت خالص كده، انتوا شايفينه كم مره في الفيديوهات يعني معايا. غيرناها بقى وعملناها جديد كده وبقى شكله حلو، شكله حلو يا جماعه ولا مش شكله حلو؟ صح، صح الكلام. ماشي يا عم عبد السلام. خلصت معاكم بقى اهوت، شفت بقى شطوره ولا مش شطوره؟ شاطره شاطره يا نادي. خدت الاكل السوا وكل حاجه هي تستفها بقى، واخدها بقى واروح نتغدى بقى ان شاء الله في المحل بقى زي ما متعودين كده ناكل في المحل يعني. كان بقى ديت الكفتة اهيت، احنا بنصطادها ولا ايه؟ استوت اهيت، بس بوريها لكم يعني قبل ما نمشي. استوت خالص. وكان عندنا بقى فول اخضر برضو، كان باقي فول اخضر يعني مش فول اخضر طبخه، كان باقي من قبلها بيوم. قلت بقى اللي ياكل فول ياكل واللي ياكل كفتة ياكل يعني، حسب ما احنا عايزين، حتة حدقة بقى وعود خضار والدنيا تبقى حلوة وزي الفل. واشوفكم في فيديو احلى واحلى وما تحرمش منكم ابدا، وربنا يخليكم ليا ويبارك لكم يا رب بحاجه النبي. ربنا يخليكم، اسيبكم في رعايه الله حبيب قلبي من جوه، ما تحرمش منكم ابدا، لملايكاتكم واشتراكاتكم حبايبي.